بغيو هاد السيد داخل الوطن وخارج أرض الوطن. متتبعي قناة شوف صدمة قاستكم، صدمة كبيرة، صدمة كبيرة اللي قاستكم إخواني متتبعي قناة شوف تيفي. والله العظيم يعجز اللسان عن الوصف نتاع هذا الخبر اللي كنتوصلوا به حاليا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعازينا الحارة، تعازينا الحارة الإخوان. دعوا مع هذا السيد لأنه يستاهل، ندعو مع هذا السيد لأنه يستحق الدعاء، يستحق الدعاء، كيف لا؟ فهو يعني حقا كنا كنشوفه في الأخبار يعني كإعلامي عادي مقدم نشر الأخبار بهذيك الطريقة ديالو، لكن زاد صلاح الدين الغماري، زاد كبر في قلوب المغاربة، زاد كبر في قلوب المغاربه. يعني في هاد الايام ديال كورونا، في هاد العام ديال كورونا هادي مشارت له حتى هو يعني مسكين، يعني تيهضر بقلبه، يعني حتى الاطفال الصغار تاثروا بالكلام ديالو، الاطفال الصغار تا الناس تا الشيوخ يعني ولاو يعني تيخرج للتيران، تيخرج للاحياء، تيخرج يعني الارض الواقع باش تنبه الناس على هاد الامور هذه ديال كورونا. فها هو يودعنا الأخ صلاح الدين، فها هو يودعنا الأخ صلاح الدين إلى مأواه. نقول المأوى ولا نقول المثوى، فنقول المأوى أخي صلاح الدين. فرحمك الله، رحمك الله، كنت ذلك المواطن قبل أن تكون ذلك الصحفي الشهم. فإن لله وإنا إليه راجعون. فلله ما أعطى ولله ما أخذ. والله يصبر العائله ديالو، الله يصبر العائله ديالو. يعني خبر متتبعي قناه شوف تيفي صدم كل المغاربه. فارجوكم بارطاجيو الاخوان باش توصل الرساله لجميع المغاربه، لان الناس ما عارفينش حاليا، لان هذا الخبر كتنشروا قناه شوف تيفي بشكل حصري، بشكل حصري. كنا السباقين في نشر هذا الخبر. طبعا هذا الحال خبر حزين، خبر حزين متتبعي قناه شوف تيفي.